هنعمل الصابليه في البيت باسهل طريقه، وحاجه جميله جدا وشياكه، والتزيين بقى براحتك اللي انت عايزه تعمليه في التزيين. ما شاء الله اللهم بارك. عمل كميه معانا محترمه، وحاجه يعني تشرفك. وكل سنه وانتم طيبين، وامه محمد كلها بخير وسعاده وحب، ويا رب دايما نكون بخير. وادعوا لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي معاكم. بس ما تنسوش تفعلوا الجرس في قناتي، دي حياتي وده شغلي. ماشي. اول حاجه هننزل بالزبده بتاعتنا وعليها السكر، وهنشغل بقى العجان. نضربها لحد ما القوام يبقى كريمي. احنا عايزين القوام يبقى كريمي خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. في الخطوه دي بقى ايه، هنجيب البيض بتاعنا وهننزل عليه بالفانيليا السايله. وايه بقى، هنشغل العجان تاني وهننزل ببيضه بيضه. ما ينفعش ننزل بالبيض كله مره واحده. البيضه تختفي تنزلي بالبيضه اللي بعدها على طول. كده فاضل لنا بيضه واحده. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الكميه محترمه. هننزل بقى الخليط اللي في المضرب بتاعنا، ونجيب بقى الدقيق بتاعنا. هنحط عليه البيكنج باودر ورشه الملح. هننزل بقى بنص الدقيق مش كله، والنص التاني هننزله واحده واحده. هنخلطه بقى كويس ونضرب بالراحه خالص. احنا بص معليين السرعه عشان خاطر، ونحاول نقلب بايدينا نجيب الزبده اللي تحت عشان تتخلط بالدقيق. هننزل بقى بكميه بقيه الدقيق لحد ما العجينه تبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني حاجه ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى ورقه زبده وهنحط عليها ورقه زبده، ممكن تعملها بكيس بلاستيك عادي خالص المتاح عندك. هنفردها بالنشابه بتاعتنا. عايزين السمك 1 سنتي، مش عايزينه رفيع خالص. هنشكل الاشكال اللي احنا عايزينها. انا جبت بقى الاشكال الجميله ديت عشان اشكل بيها، وده شكل القمع بتاع الكريم شانتيه بعمل بيه برضو الدوريات. وجبت بقى ايه، اشكال ورده والفراشه والقلب. بصوا ما شاء الله يعني حاجه جميله. الاشكال دي جميله جدا وما بتلزقش فيها العجينه. بص القلب ده حاجه يعني فوق الفخامه. بنحاول نبقى شيفات بس احنا على قدينا شويه. ودي الفراشه الجميله دي، شايفين. خلصنا بقى الاشكال زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا ومش هنحط اي ماده دهنيه، لان اصلا العجينه بتاعتنا معموله بالزبده. هنرص بقى الاشكال اللي احنا عاملينها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. هنفضل نرص فيها. شايفين السمك؟ انا بوريكم السمك بس ازاي، 1 سنتي بالظبط. هنبتدي بقى نرص الكميه اللي احنا شكلناها ديت في الصينيه بتاعتنا. مشغلين الفرن على درجه حراره 180. هنشغل الرف التحتاني، مش هنشغل الشوايه خالص، ونحطه في النص. وهو هيبقى مجرد ياخد لون من تحت وهياخد لون بسيط بس من فوق. الكميه الباقيه نص الكميه التانية هننزل عليها بمعلقتين من الكاكاو الخام ومعلقه واحده من الزبده. هنضربهم بقى كويس ونخلطهم. هتبقى معانا بالشكل ده. هنجيب برضو على ورقه الزبده ونفرد بالنشابه بتاعتنا. شايفين بصوا اما طلع من الفرن شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. احنا عايزين لونه. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا. احنا عايزين حابين نعمل شكل مربع، واحنا ما عندناش شكل مربع. فانا اخترعت الاختراع دوت اللي بفرد بيها الطرط والحاجات دي. عملت بقى الشكل بايدي على قد ما قدرت بقى يعني. ما انا مش هوقف الدنيا يعني عشان شكل. عايزه اقول لكم الولاد بيبقوا مبسوطين جدا وهم واقفين حواليا، بس انا طبعا ممنتجه الفيديو عشان خاطر الصوت والهيصه اللي جنبينا بالشكل ده كده. ده كده بالظبط. وبنرص بقى في الصاج بتاعنا. حاولت على قد ما اقدر عملت الشكل المربعات، لان انا اصلا يعني بقول لكم مش عندي، فحاولت اخترع على قد اختراعاتي. نعمل بقى شكل الفراشات. الفراشات شكلها جميل جدا. هندخلها بقى الفرن تستوي على درجه حراره 180 زي العجينه البيضه بالظبط. مش هتاخد بالظبط من 12 ل 15 دقيقه. طلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. احنا هنحشي بقى، كتبنا لكم مقادير الحشوات اللي احنا يعني الحشوات اللي احنا محتاجينها، واللي مش عايز اللي عايز ياكله كده عادي. بس التزيين ده براحتك انت، اي حاجه في التزيين براحتك انت. يعني بصوا السوداني والفستق الكداب اللي احنا عملناه معاكم، ومسيحين شوكولاته على حمام بخار. يعني حاجه جميله ما شاء الله.
هنجيب بقى ايه اللي بالابيض ده، هنعمل مربى المشوش وهنحطه فيه وبالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهننزل عليه بقى ايه بالشوكولاته البيضاء. والقلب ده هنعمله بالنوتيلا. ايه رايكم؟ زي ما احنا شايفين كده. انا بقول لكم التزيين براحتك انت. انا زينت بالنوتيلا وزينت ده بالصوص الشوكولاته اللي هو الشوكولاته احنا سايحينها على حمام بخار، والشوكولاته البيضاء احنا مسيحينها على النار، على نار هاديه على حمام بخار. واول ما الشوكولاته كلها تسيح تنزلي عليها بمعلقتين زيت وتقلبي كويس. دي طريقه تسيح الشوكولاته. زينا دي الساده خالص، ونزلنا عليها بالفستق الكداب بتاعنا. يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجه جميله جدا وتشرفك قوي. وبالسوداني بصوا يعني الاشكال اللي انت عايزاها. هنا بقى الحاجات الملونه دي انا بحبها جدا. والقلب ده حطينا عليه شوكولاته بيضاء اي شكل. انا بقى يطلع معايا كده وخلاص. يعني انا ما شاء الله اللهم بارك، يعني دي تالت مره ليا اعمل الصابليه، بس حاجه فخامه يعني. ودي برضو شوكولاته الكريزمس انا عملتها برضو طلعت من الاشكال. خلصنا بقى الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله اللهم بارك، شايفين شكله عامل ازاي؟ ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتتابعوني وتفعلوا الجرس وتشتركوا في قناتي لو الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، ويا رب يصلح ما بين ايدينا جميعا، ويا رب دايما كل بيوت مصر فيها خير، ويجعلنا كلنا مبسوطين، وكل سنة وأمة محمد كلها بخير وسعادة وحب وسلام.